السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود أحمد، سلسلة الدروس الخاصة بلغة برمجة بايثون 3. الكورس ده بنتكلم في أساسيات لغة برمجة البايثون. دلوقتي على مدار الكورس بتاعنا بدأنا من أول الأساسيات ويعني إيه البرمجة وإزاي بايثون بتشتغل وليه بايثون اتعملت، واتكلمنا عن بايثون 3، وعرفنا يعني إيه متغيرات، عرفنا يعني إيه لوبس، عرفنا يعني إيه فانكشن، عرفنا يعني ايه كونديشنز، عرفنا حاجات كتير جدا. كانت اخر حاجه اتعلمناها ازاي احنا نقدر نتعامل مع الفايلز او الانبوت اوتبوت، وازاي ناخد انبوت من اليوزر ونطلع اوتبوت على الشاشه. المفروض ان باقي حته بسيطه اللي هي الاكسبشن هاندلنج، ولكن انا قلت في الفيديو اللي فات ان هيبقى لها كورس بسيط بيتكلم على الاكسبشنز وازاي تتعامل معاها، لانه افضل ان هي تكون في كورس لوحدها، انت مش هتحتاجها قوي بالنسبه للاساسيات. طيب انا دلوقتي بعد ما اتعلمت الاساسيات ايه المفروض اللي انا اعمله كخطوه جايه علشان احترف بايثون او علشان اتعلم بايثون؟ المفروض هو انت هتبدا تهتم بالاوبجكت اورينتد بروجرامنج. الاوبجكت اورينتد اللي هي طريقه معينه تبدا انت تكتب بيها الكود بتاعك. الاوبجكت اورينتد هتساعدك جدا انك تبدا تتعامل مع الاخطاء بتاعتك وتبدا تفهم الكود، حتى لو انت احتجت كود من على النت او شغال في بروجكت مع ناس هتلاقي كل الناس شغال اوبجكت اورينتد، لان ده هو الاسلوب الاسهل والاحسن ليك كمبرمج. الكورس بسيط جدا، بياخدك من اول اساسيات الاوبجكت اورينتد بشرح مبسط على اخر خالص، موجود على القناه بتاعتي. هتبدا تذاكر الاوبجكت اورينتد، وبعد ما تخلص الاوبجكت اورينتد فانت كده محتاج انك تتعامل مع شويه امثله او تبدا ان انت تكون. تمام. هتلاقي على القناه برضو سلسله اسمها All Python Series Challenges، عباره عن بعض الامثله. ده عباره عن مسابقه عندي على الجروب. كل الفكره ان انا بنزل كل مثلا اسبوع، انا بقالي فتره المسابقه دي واقفه بس هتبدا تشتغل ان شاء الله من الخميس الجاي. بنزل تحدي مساله معينه او تمرين معين بينزل على الجروب يوم الخميس، بعد كده بسيب الناس اسبوع تحاول فيه. الناس تبدا تبعت لي السكريبتات اللي هي كتبتها وقفت فين، بتحاول مره واثنين وثلاثه، حته واقفه قدامك مش فاهمها بتقول بعتلك الفيديو بتاعها، الفيديو مش موضح ولا في حاجه انت منتش فاهمها اشرحها لك على الجروب او اي حد هيساعدك فيها على الجروب. وبعد كده في اخر الاسبوع يوم الخميس بقول اسماء الناس اللي حلت السكريبت في بوست، او لو ما فيش حل السكريبت بنزل انا كده سواء الناس حلت او ما حلتش بنزل انا الحل بتاعه بالتفصيل، واعلمك ازاي تبدا انت تفكر في المشكله دي، وازاي تقدر توصل لطريقه الحل، وازاي بعد ما انت تكتب الكود بتاعك تنظمه، وازاي تختصره بحساب ان هو يبقى صغير شويه ويبقى سريع. يبقى انت دلوقتي لازم تهتم بالاوبجكت اورينتد، تبدا تتعلم اوبجكت اورينتد، وبعد كده تبدا تتابع ان انت تنفذ كود. لو انت عايز تكتب كود اكتر وتتعامل مع امثله، في موقع كود اكاديمي عليه كورس بياخدك تمارين من الاساسيات، وهنشر اللينك بتاع الجروب ان شاء الله. كده تمام. انت بعد ما تنفذ الاوبجكت اورينتد وشويه التمارين دول هتلاقي نفسك بقيت قوي في البرمجه، هتبدا انت تنتقل للحاجه اللي انت عاوزها. عاوز تتعلم جي اي قدامك التيكي انتر، الكورسات اللي هنا اللي اغلبها اللي لسه مش مكتمل هبدا انا اكمله كورس. قدامك الباي كيو تي، مكتبه جميله جدا للجي اي، في بعض المكاتب اللي انا ان شاء الله يعني اما يجي وقت قريب انزلها زي الجي تي كي والدبليو اكس. لكن انت قدامك دلوقتي مكتبه الباي كيو تي والتيك انتر تبدا تعمل فيهم. عايز تتعامل مع الويب تبدا تتعامل مع الجانجو، عندك كورسين للجانجو، ده الكورس الاولاني اللي هو 10 فيديوهات ده. عاوز انك تبدا تتعامل مع الجيمنج هتلاقي كورس خاص بالجيمنج، ولو انت عاوز ان انت تدخل في مجال النتورك او كده في كورس جاي ان شاء الله لو انت حابب انك تتعلم بايثون للسكيورتي. تمام. الدرس ده كان اخر درس في الكورس زي ما انا قلت، حاولت اوضح لك فيه الخطوه الجايه عشان انت ما تبقاش تايه او الدنيا توضح قدامك شويه. يبقى انت دلوقتي تهتم بالاوبجكت اورينتد، وبعدها تبدا تحل شويه امثله. ما تجربش تحل امثله قبل ما تذاكر الاوبجكت اورينتد، علشان الاوبجكت اورينتد هتفهم لك الدنيا احسن، والحاجات اللي انت اتعلمتها في الاساسيات هي هتستفها لك في دماغك وهتظبط. للمره الاخيره هقول لو في اي حاجه وقفت قدامك على الجروب، اي حاجه وقفت قدامك في الشرح انشرها على الجروب او ابعتها لي في رساله. تمام. ما تنساش تضغط سبسكرايب للقناه، وانتظر الفيديوهات الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.